السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وأسينات. النهاردة يا جماعة معانا الحلبة اللي وصى بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات. واحنا النهاردة عاملين الحلبة اهيت، والأطفال بتاكل منها وحابينها بسم الله ما شاء الله، لأن في ناس ما بتحبهاش تشربها كده، فما تاكلها خضرة بتبقى مفيدة جدا. زرعها وكلها، وأعمل لكم طريقة لتزريع الحلبة هبقى أوريها لكم بعد كده في القناة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالحلبة، وكانوا يسمونها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفريكة. قال: لو تعلم أمتي ما في الفريكة لشروها بوزنها ذهبا. يعني النهاردة الحلبة الكيلو بتاعها بيساوي كيلو ذهب، من الفوائد العظيمة اللي فيه اللي وصى بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الأطفال هي بتاكل من الحلبة، سيل وأسينات وحمو ومانو بياكلوا من الحلبة. والحلبة دي جميلة جدا جميلة جدا، والأطفال بتحبها بالطريقة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها يا جماعة. وهناك العالم البريطاني كليبر المتخصص في الأعشاب، مصداقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دراسة عميقة في الأعشاب يا جماعة، قال عن الحلبة: لو وضعت الحلبة في كفة وجميع الأعشاب في كفة لرجحت بهن كفة الحلبة. لما للحلبة من فوائد عظيمة. ففيها مادة الزنك التي تفيد شعر أطفالك، فيها مادة البوتاسيوم الذي تفيد المخ، فيها الكالسيوم. فاللي عنده خشونة يا جماعة في رجله عليه بالحلبة، اللي بيشتكي من نقص الدم ونقص الحديد والانيميا والكلام ده كله عليه بالحلبة. فالحلبة لو كل واحدة ادت طفلها حلبة والله ما تروح لدكتور، وانا بحلف لكم بالله عن ثقة ما هتروح لدكتور وابنها هيبقى كل الانيميا عنده متظبطة، السكر عنده متظبط، كل حاجة متظبطة. بس اهم حاجة اوعى تفوت ان طفلك ياكل حلبة. لكن احنا قلنا لكم المعلومة، وعشان ما نطولش عليكم يا ريت تكون المعلومة وصلت. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات. وقبل اي حاجة يا ولاد انزل حط اللايك. قبل اي حاجة انزل حط اللايك. قبل اي حاجة انزل حط اللايك. قبل اي حاجة انزل حط اللايك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.